السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ مع بعض زمن جديد ومهم جدا في اللغة الانجليزية، وهو زمن الباست سيمبل او الماضي البسيط. يلا بينا نبدأ شرح. اولا احنا عايزين نعرف يعني ايه باست سيمبل او امتى بنستخدمه. الباست سيمبل او الماضي البسيط احنا فيه بنتكلم عن حاجة حصلت في الماضي وانتهت، يبقى احنا بنستخدمه لما بتكون حاجة حصلت في الماضي وانتهت خلاص. زي مثلا لما يقولي I played football yesterday، انا لعبت كرة القدم امس، دي حاجة حصلت في الماضي وخلصت. زي لما يقولي she visited her grandmother last week، دي حاجة حصلت، بيقولي هي زارت جدتها الاسبوع الماضي، يعني حاجة حصلت الاسبوع الماضي وخلصت خلاص. يبقى هو ده اللي بيتكلم عنه الباست سيمبل، حاجة حصلت في الماضي وخلصت. ودلوقتي هنعرف ايه هي الكلمات الدالة اللي اول ما اشوفها في الجملة اعرف ان انا في زمن الباست سيمبل. لما اشوف في الجملة كلمة yesterday او last week last month last year ago او اي تاريخ قديم اعرف ساعتها ان انا في زمن الباست سيمبل. يبقى yesterday اللي هي امس، last week اللي هي الاسبوع الماضي، last month اللي هو الشهر الماضي، last year العام الماضي، ago معناها منذ، واي تاريخ قديم في الجملة اعرف ان انا كده في زمن الباست سيمبل. ناخد مثال زي لما يقولي I visited my friend yesterday. انا شفت في الجملة كلمة yesterday، واحنا قلنا ان هي من الكلمات الدالة اللي بتقولي ان في زمن الباست سيمبل، يبقى انا كده عرفت الجملة دي في انهي زمن. المثال التاني بيقولي she traveled last week، هي سافرت الأسبوع الماضي. كلمة last week دي بتقولي إن أنا في زمن الباست simple. وزي لما يقولي we played football 2 days ago، احنا قلنا برضو إن ago اللي هي معناها منذ، إن احنا كده في زمن الباست simple. يبقى هي دي الكلمات اللي أول ما أشوفها في الجملة أعرف إن أنا في زمن الباست simple. ودلوقتي هنعرف تكوين الجملة في زمن الباست simple. تكوين الجملة بيبقى ازاي؟ اول حاجة بيبقى عندنا السبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده الفيرب بيكون في التصريف التاني، بعد كده الاوبجكت او المفعول به. طب يعني ايه الفيرب في التصريف التاني؟ يعني انا بخلي الفعل يكون في الماضي. ناخد مثال عشان نفهم، زي لما بيقولي I played football yesterday. I اللي هو السبجكت، played اللي هي الفيرب في التصريف التاني، يعني هو الفعل ده كان play بس احنا خليناه في التصريف التاني، يعني خليناه في الماضي فبقى played. بعد كده football اللي هي الاوبجكت، و yesterday دي من الكلمات الدالة اللي بتقولنا ان احنا في زمن الباست سيمبل. تاني مثال بيقولي she watched TV last night. she اللي هي السبجكت او الفاعل، watched اللي هي الفيرب في التصريف التاني، يعني الفعل بقى في الماضي، TV اللي هو الاوبجكت، ولast night دي برضو من الكلمات الدالة اللي تقولي ان انا كده في زمن الباست سيمبل. ودلوقتي عايزين نتعرف على الافعال المنتظمة والافعال الغير منتظمة. مين الافعال المنتظمة والافعال الغير منتظمة؟ المنتظمة هي اللي اقدر ازود لها ed علشان احولها للماضي، لكن الغير منتظمة دي انا ما اقدرش اضيف لها ed، انا ساعتها بغير من شكل الفعل خالص. يعني مثلا في الافعال المنتظمة عندنا كلمة play خليناها played ضفنا لها ed فبقت في الماضي، watch بقت watched عشان احنا ضفنا لها ed فبقت في الماضي، clean بقت cleaned، work worked، visit visited. يبقى دي الافعال المنتظمة اللي انا اقدر بكل سهولة عشان احولها للماضي اضيف لها ed في الاخر. لكن الافعال الغير منتظمة احنا مش بنضيف لها ed، احنا بنغير في شكل الفعل خالص، وهنعرفها في الجزء التاني ان شاء الله علشان الفيديو ما يبقاش طويل علينا وما نتلخبطش. ودلوقتي هنعمل اختبار سريع علشان نعرف فهمتوا الجزء ده ولا لسه، وهسيب لكم 5 ثواني تفكروا في الإجابة، بعد كده أنا هقول الإجابة الصحيحة. السؤال بيقول لي she نقط TV yesterday. احنا هنبص للجملة هنلاقي في اخرها كلمة yesterday، هنعرف ان احنا في زمن الباست سيمبل، يعني دلوقتي احنا ناقصنا فعل بس يكون في الماضي. مين فيهم فعل في الماضي في الاختيارات دي؟ اكيد الفعل اللي اخره ed، فاحنا ساعتها اجابتنا هتبقى watched اللي اخرها ed. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول، ودلوقتي بقينا عارفين ايه هو الباست سيمبل وامتى بنستخدمه وايه هي الكلمات الدالة عليه، وتعرفنا على الأفعال المنتظمة. الفيديو الجاي هنعرف امتى بنضيف ايدي للفعل وامتى ما اقدرش اضيف له ايدي، وايه هي الأفعال الغير منتظمة، وازاي انفي باستخدام didn't، وازاي اسأل باستخدام did. وكمان هنحل شوية أسئلة ونعرف أشهر الأخطاء. ما ننساش نعمل لايك واشتراك علشان يوصلنا الجزء التاني، وبس كده.